ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ طبعا دلوقتي شفت فيلم فوي فوي فوي، الفيلم الجديد لمحمد فراج، ومش عايز ارغي كتير في الانترو. هنتكلم على الفيلم واقول لكم ايه راي الشخص، سواء عجبني ولا ما عجبنيش. بس قبل ما نعرف وقبل ما نخش وقبل اي حاجه، يعني يا جماعه طلب شخصي بعد اذنكم، يا ريت نعمل لايك وشير، لان في ناس كتيره بتتفرج وللاسف مش عاملين لايك ولا عاملين شير ولا عاملين سبسكرايب للشانل. فيعني يا ريت نعمل كده. تمام؟ اوكي، يلا بينا بقى نعرف ايه هو رايي في فيلم فوي فوي فوي. بس يا ريت تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للشانل، اشتركوا على انستجرام بيج وفيسبوك بيج وفولو على تيك توك، ويلا بينا نعرف ايه هو رايي في فيلم فوي فوي فوي. اوكي، نتكلم مبدئيا كده. الفيلم هنقسمه عيوب ومميزات. القصه طبعا انتوا زي ما انتوا عارفين، المفروض محمد فراج بيمثل هو اعمى عشان يلتحق بفريق المكفوفين عشان يلعبوا كوره في مكانه، عايز يعني يسافر وحاجات كده يعني. فهل يا ترى ايه هي ايجابيات الفيلم؟ مبدئيا كده محمد فراج تمثيله في الفيلم حلو جدا، سواء المشاهد الدراميه والمشاهد الكوميديه، عامل دور حلو جدا. طه دسوقي كويس جدا. صاحبهم التالت اللي انا للاسف مش عارف اسمه، بس هحط لكم صورته لو لقيت يعني. الممثل ده بيمثل حلو جدا ودمه خفيف وعنده قبول كبير يعني. وبالنسبه لبقيه الممثلين، فبقيه الطاقم الفريق كله كانوا بيمثلوا حلو جدا. وبما اننا اتكلمنا على الفريق، فنتكلم على اتنين مهمين جدا. اول واحد محمد عبد العظيم، الراجل ده عامل دور حلو. دور بيومي فؤاد برضو انا شايف انه من احلى ادواره في الفتره الاخيره. لو ركزت كده في اخر فتره، بيومي فؤاد عامل دور هيوصل لك من الناحيه الدراميه، ودوره كان حلو جدا وانا عجبني الصراحه. نيلي كريم عندي مشكله معاها، بس يعني في الفيلم يعني هي تمثيلها كان كويس جدا، بس في مشكله قدام شويه كده في السلبيات هقولها لكم. والايجابيه اللي معانا الثانيه، ان الفيلم ده من تاليف ومن اخراج عمر هلال. عمر هلال اللي بالنسبه اول تجربه اخراجيه، وهو عامل شغل حلو جدا الصراحه، من ناحيه التصوير، من ناحيه الاخراج، من ناحيه الموسيقى بتاعت ساري هاني ازاي وظفها في الفيلم حلوه جدا. وازاي قدر يعني يخلي يدي لكل واحد مساحته، وما يخليش حد احسن من حد ولا حد يعني اللي هو لا. الموضوع كان كويس جدا انا شايف كده يعني. كل الممثلين كانوا واخدين حقهم وزياده، والممثلين اللي انت ممكن ما تكونش متعود ان انت تشوفهم كتير قوي خدوا حقهم قوي في الفيلم ده. فانا شايف من وجهه نظري ان عمر هلال المخرج قدر يوظف كل الناس دي في مكانهم الصح. ونروح على السلبيات، اللي هي سلبيه واحده بس، وهي نيلي كريم. نيلي كريم تمثيلها كان حلو في الفيلم، وانا قلت لكم كده في الايجابيات. بس المشكله اللي بالنسبه لي يعني ان الدور مش لاقي عليها كشكل كده. يعني لما تشوف هو يعني لو كنا جبنا نيلي كريم في 2010 مثلا 2005 ماشي، الدور ده كان يليق عليها. لكن دلوقتي لا، يعني لو كنا جبنا ممثله اصغر شويه كان الموضوع هيبقى احسن يعني، حبه حلوين. بس اوفرول هي من ناحيه التمثيل في الفيلم هي مثلت حلو جدا يعني. بس دي الحاجات اللي قدام اللي عندي يعني من ناحيه الفيلم من وجهه نظري. بس اوفرول الفيلم حلو ولا لا؟ يعني الفيلم عجبك ولا ما عجبكش؟ انا الفيلم عجبني زي ما قلت لكم، انا الفيلم عجبني جدا. فيلم انا خارج منه. هل هو احسن من فيلم بيت الروبي؟ انا شايف ان فوي فوي احلى بكتير من بيت الروبي. هل هو احلى من وش في وش؟ وش في وش ممكن افضله لسبب بسيط، انه وش في وش كان عنده تحدي في ان هو اون لوكيشن، وازاي يعمل لك مشاهد توصل لك دراميه، وازاي يعمل لك مشاهد تضحكك من ناحيه الكوميدي. فانا شايف ان الفيلم ده عمل كده برضو، بس كان في شويه حاجات مساعده اكتر يعني. فاوفرول انا الفيلم عجبني، وفي الاخر تقييمي الفيلم فوي 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 هو 9/10. فيلم حلو جدا، احلى افلام السنه الافلام العربيه يعني. انصح اي حد عايز يتفرج على فيلم عربي يعني يتفرج على الفيلم ده، وما تاخدش بالناس اللي بتقول لك يا عم ده فيلم مهرجانات. الفيلم ده مش فيلم مهرجانات، هو فيلم حلو ويستاهل انت تشوفه. وفي الاخر المهم اعرف رايكم طبعا في الفيلم، سواء عجبكم ولا ما عجبكوش، وتدوا له كام من 10، ده مهم جدا. وايه رايكم في الحلقه؟ ويا ريت تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للشانل، لان في ناس كتيره بتتفرج زي ما قلت لكم في الاول مش عاملين سبسكرايب للشانل. اتمنى كل فيديو عجبكم. اشتركوا على انستجرام بيج او فيسبوك بيج، وفولو على تيك توك. وباي باي.